السلام عليكم. السنة دي كانت سنة صعبة شوية في مجال الموبايلات، فتقريبا مفيش موبايلات كتير نزلت ومفيش موبايلات كتير أنا جربتها. السنة دي تقريبا عملت ريفيو لحوالي 16 موبايل بس من 48 موبايل السنة اللي فاتت والسنة اللي قبليها، ولكن برغم ده لا يمنعنا أبدا من إن احنا نعمل فيديو بتاع كل سنة عن أسوأ 3 موبايلات جربتهم. لكن يمكن المرة دي هيبقى من سلة أصغر شوية، لأن أنا جربت 16 موبايل بس زي ما قلت، فاختار منهم 3 كانوا الأسوأ في تجربتي، وما انصحش بيهم ابدا ان انت تشتريهم السنه الجايه. فيلا بينا نبدا الفيديو. ونبدا بالترتيب الزمني لنزول الموبايلات دي في مصر. واول موبايل في الليسته هيكون الريلمي نارزو 50 اي، وده مش لان الموبايل كان سيء قوي او ان هو كان اسوأ موبايل جربته، بالعكس. الحاجة اللي خلت الموبايل ده في القائمة دي هي الوعود اللي هو قدمها. الموبايل ده قدم لنا وعود ان هو هيكون جيمنج فون بسعر اقتصادي جدا، جيمنج فون بمعالج اقتصادي جدا، جيمنج فون مش هيقدر يشغل لك اغلب الالعاب لانه هو موبايل اقتصادي. وبالتالي الوعود الترويجية للموبايل ده ظلمته. الموبايل ما كانش سيء قوي، ولكنه بالتاكيد مش هيقدر يديك الوعود الترويجيه دي، مش هيقدر يخليك تلعب ويبقى جيمنج فون. صحيح شكله شكل جيمنج شويه، ولكن اداؤه مش هيبقى اداء جيمنج خالص. اخوه الريلمي نارزو 50 اي كان من الموبايلات الكويسه اللي انا جربتها السنه دي، وكان بيقدر يوفي شويه بالوعود بتاعته. لكن الموبايل ده كان حاجه غريبه جدا ان هو يبقى بيتسوق ليه كموبايل جيمنج. اما في المركز الثاني فكنت محتار الحقيقه احط الجالاكسي اي 23 ولا الجالاكسي اي 33، لان اللي شاف الفيديوهات بتاعتي عنهم هيعرف ان تجربتي ليهم ما كانتش قد كده. الاي 33 كان مخيب للامال لانه على الورق مبهر، على الورق المعالج ده قوي، ولما عملنا له اختبارات كمان بان انه فعلا المعالج ده جيد جدا. فاللي هو لما جربت الموبايل، طب ايه المشكله في الموبايل دلوقتي؟ ليه اداؤه كان سيء كده؟ مش عارف. الوقت ما جربت الموبايل كان اداؤه سيء. هل دلوقتي اتحسن؟ هل مع التحديثات اتحسن؟ مش عارف. لكن بناء على تجربتي اللي كانت وقت نزول الموبايل، فتجربه الموبايل ما كانتش قد كده بالنسبه لي خالص، وكانت تجربه سيئه. ولكن مش هو ده الموبايل اللي انا حطيته. هحط الاي 23. ليه الاي 23؟ لان الاي 23 جاي من الجيل اللي قبله، كان جيل جيد جدا. الاي 22 انا كنت واحد من الموبايلات اللي حبيتها جدا في 2021، واحد من الموبايلات اللي كنت بنصح بيها. موبايل كان بيقدم لنا شاشه اموليد، كان بيقدم لنا كاميرات جيده واداء جيد بسوفت وير مخفف. الاي 23 جه تراجع شويه، ادانا شاشه تي اف تي، ادانا سوفت وير كامل، وبالتالي كان اداء الموبايل مش قد كده. فتحس ان الموبايل كان تراجع عن الجيل اللي فات، وعشان كده ده هيكون الموبايل رقم 2 معانا. اما الموبايل رقم 3 فهو موبايل لسه نازل قريب، واخر موبايل انا عملت له ريفيو وهو الريدمي A1 بلس. انا متفهم جدا ان ده ارخص موبايل من شاومي، ارخص موبايل في الليسته بتاعتها، ارخص موبايل نزلته، وانه موبايل اقتصادي جدا. لكن انا كنت اتمنى من الموبايل ده ان انا بس اقدر استخدمه استخدام عادي. الموبايل كان بيلاج جدا، تجربته كانت بطيئه جدا، وده من غير ما تنزل عليه تطبيقات كتيره ولا تتقل عليه. لو انت مجرد ما تفتح الموبايل بتلاقيه بيلاج معاك، ودي كانت حاجه غريبه الحقيقه. وده برضو بيفكرنا بماضي شاومي زمان كان عندها موبايلات عظيمه جدا في الفئه الاقتصاديه جدا دي. كان عندها الريدمي 6A 7A 8A، موبايلات كانت قابلة للاستخدام بشكل جيد جدا، وكانت أرخص موبايلات عن شاومي برضه. فعشان الأداء السيء ده حطيت الموبايل ده. يمكن من الترندات اللي ما كانتش عجباني السنة دي عموما هي فكرة إنه الفئة المتوسطة هي كمان بدأ يدخلها فكرة إن مفيش شحن في العلبة. فشفنا سامسونج قدمتها في الاي 33 والاي 53، وحاجه لا اتمنى ابدا انها تستمر، ولا اتمنى ابدا ان حد يقلدها في الفئه المتوسطه، لانها بتبقى تكلفه زياده وتبقى حاجه مش لطيفه خالص. وبس كده، ده كان فيديو سريع بنختم بيه السنه، ونتمنى ان شاء الله السنه الجايه تكون سنه افضل من السنه دي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، تشترك في القناه لو انت عاوز تشوف محتوى تقني، وتتابعنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي هتلاقيها تحت في الديسكربشن. سلام.